لو عايزة تعملي الطحينة الخام بطريقة المصانع وتكات المصانع، عمرها أبدا ما تفصل منك والكمية تكون وفيرة. أهم حاجة كمان إن الطعم زي الجاهزة بالظبط. لازم تشوفي الفيديو ده وتشوفي الخطوات واحدة واحدة. الطحينة البيضة طبعا مفيش غنى عنها مع كل الأكلات، مع السمك تشتغل، مع الفراخ المشوية تشتغل، يعني مع الكفتة، مع أي حاجة كده. هي فعلا بتخلي الأكل ليه طعم تاني. كمان لو بتعملي بقى سلطة الطحينة والحاجات دي تنفعك جدا جدا. كمان بدخلها دايما في البسبوسة. ولو عندك حاجة مثلا من اللحوم يعني فيها ريحة زفارة وعايزة تتخلصي منها نهائيا، بتحطي معلقة من الطحينة الخام مع غسيل أو مية النقع بتاعتها، بتنقلها في حتة تانية خالص. ده غير طبعا ان سعرها بقى اوفر جدا جدا، فاحنا هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكون مكلفة. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو. هنحط صينية او طاسة على النار ونراعي ان الحجم يكون كبير عشان هتاخد المكونات كلها مع بعضها. الطحينة بتاعتنا النهاردة هتبقى فول سوداني، وهتبقى زيت، وهتبقى دقيق، وطبعا هتبقى سمسم، وده المكون الاساسي بتاعنا. انا سخنت الصينيه على النار كده كويس، وهتبداي تشيلي منها لو اي قشره في الفول او اي حاجه بتبداي تشيليها وانت بتقلبيها كده. انا عايزه الفول يدفى معايا، وانا هبدا بيه الاول علشان هو حجمه اكبر. القشره اللي زي كده نقشرها ونرجعها تاني. نحمص الفول كده تحميصه خفيفه. الفول ده مع يعني هو بالظبط كوبايتين، ولما وزنتهم لقيتهم ربع كيلو لان الكميه عندي مش موزونه من الاول. اول ما يسخن معانا هبدا احط السمسم. برضو السمسم كوبايتين وهو ربع كيلو. هقلب السمسم. انا مش عايزه درجه الحراره يعني تبقى عاليه لدرجه ان الحاجات دي لونها يغمق، لا انا يعني ههدي النار بعد ما اسخن الطاسه الاول او الصينيه، وبعد كده هنبدا نهدي النار ونحط الحاجات دي والنار هاديه. سخنا الاتنين، بنحط برضو كوبايتين من الدقيق، نفس الكوبايه اللي احنا معايرين بيها باي مج عندك، او اي كوبايه يعني تحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها. يبقى كده دلوقتي احنا حطينا 2 من الفول، 2 من السمسم، واتنين من الدقيق. دول كده دلوقتي 6 كوبايات عندي في قلب الصينية. نسخن كله. اول ما يسخنوا كده معانا، وزي ما نقول نطيق درجة الحرارة بايدينا، يعني ما تلسعش ايدك وانتي بتحطي ايدك فيها. هنبدأ بقى ان احنا نشغل الخلاط. المطحنة الصغيرة بتاعة الخلاط بتاعة زمان دي هي دي اللي احنا هنستعملها النهاردة. لو انتي عندك كبة او حاجة هتفرم ناعم او هتطحن ناعم ممكن تشتغلي فيها. طبعا احنا بنسخنهم بطلع منهم الرطوبة وبنظهر الزيوت والريحة الجميلة. كمان من دلوقتي الريحة جميلة جدا، علشان كل ما كانت دافية معانا كل ما الزيوت بتاعتها تطلع أسرع وتطحن معانا أسرع. بولة بقى وهتبدأي تفضي فيها كل شوية، هتطحنيهم هتفضيهم وتعملي غيرهم. طبعا درجة الطحن اللي عندك، لا إما تخليها بودرة لا إما تعملها معجون كده، والاتنين كويسين. أهم حاجة تطحن ناعم جدا 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 على قد ما تقدري إن انت تنعمي. كملي بقية يعني الكمية بنفس الطريقة. ومعلش بقى لو المفرمة عندك بالشكل ده فهتاخد وقت شوية. لو عندك كبة قوية الموضوع طبعا مش هياخد معاكي وقت كبير، وهيبقى برضو كله كده في السريع. ولكن الموضوع مش صعب ومش متعب، يعني انت بتحطي شوية بشوية كده لغاية ما تطحنوا او يتفرموا معاكي ناعم جدا جدا، تبدأي تشيليهم وتحطي الشوية اللي بعدهم. هتخلصي كل الكمية. لو انتي بقى حابة تحتفظي بيها بودر بالشكل ده، تقدري تملي منها مثلا برطمان وتعينيه في باب التلاجة وتستهلكيه او تستعمليه وقت الحاجة. يعني بتجيبي كده شوية البودر، تحطي عليهم معلقة واحدة من الزيت وتقلبيهم، بتلاقيها زيها زي الطحينة الخام بالظبط. تبدأي تتعاملي معاها بقى بالمية والليمون والخل والحاجات دي لغاية ما تعملي القوام اللي انت عايزاه. ودي بتبقى فريش كده وجميلة. والبرطمان ده ممكن يعني يفضل معاكي في باب التلاجة سنة ما يجرالوش اي حاجة. او حابه بقى تشتغلي بالطريقه التقليديه، فهنشوف النتيجه كده النهائيه بتاعتنا. والكميه اللي احنا عملناها زي ما اتفقنا ربع كيلو من كل حاجه، وطحناهم كده لما وصلنا للنتيجه اللي احنا شايفينها دي. عشان محدش يتوه مني، احنا ما اضفناش اكتر من 2 من السمسم و2 من الفول و2 من الدقيق. هنيجي هنا بقى لمرحله الزيت، هنحط برضو كوبايتين 2 من الزيت. طبعا لازم تراعي ان نوع الزيت يكون نظيف ويكون ريحته حلوه. هنعمل ايه؟ هنحطهم في الخلاط الاول كده، كوبايتين من الزيت. عايرنا اول واحدة وهنبدأ نعاير التانية، وهنحطهم في درق الخلاط العادي. وادي كمان الكوباية التانية هنضيفها ونبدأ نشغل عليهم الخلاط على الزيت لوحده بس كده.
هنضرب في الزيت كويس جدا لغاية ما لون الزيت يفتح معانا وتحسوا ان القوام بتاعه تقل كأنك حاطه عليه اضافات. هو ده المطلوب. زي ما احنا شايفين فعلا بدأ الزيت لونه يبيض معانا وتحسوا القوام بتاعه اختلف. هنا بقى في المرحلة دي خلاص هنبدأ ان احنا نضيف الطحينة، نرفع الغطا كده وننزل معلقة بمعلقة لغاية ما نخلص كل الكمية اللي احنا عملناها. فبرضو احنا حاطين زيت نفس الكوبايتين، يعني من كل حاجة كوبايتين، يعني كده الناتج النهائي 8 كوبايات من الاربع مكونات. تمام كده هنخلص كل الكمية بتاعتنا. انا في المرحلة دي حسيت ان هو تقيل شوية، فهضيف يدوب هي ربع الكوباية دي علشان تمشي الخلاط معايا. طبعا كل ما ضربنا في المرحلة دي ضرب كويس جدا كل ما النتيجة كانت افضل بكتير، ولكن انا في الاخر حسيت ان ربع كوباية الزيت دي ما كانش ليها لزوم، ولكن انت هتحطيها على حسب احتياج الدقيق اللي عندك، لان كل دقيق بيختلف بنسبة تقبله يعني للمواد السائلة او للمواد الدهنية او الكلام ده. ففي دقيق ممكن يحتاج شوية الزيت دول ودقيق تاني مش هيحتاجه. كده خلصنا ونبدأ ان احنا بقى نصب الخليط اللي معانا. حطه في حاجة، طبعا الخليط سخن على فكرة لان احنا شغالين فيه وكل حاجة سخنة. هحطه شوية كده بقى. طبعا بعد ما بتسيبيه شوية بتلاقي ان القوام بتاعه تقل، وكل ما بتسيبيه اكتر كل ما القوام بتاعه بيتقل. زي ما احنا شايفين ده القوام بتاعنا ما شاء الله، من حيث اللون ومن حيث الطعم ومن حيث الريحة ومن حيث القوام والله العظيم افضل من الجاهزة. الكمية دي هتعمل لك برطمانين كبار. لو انت بتشتريه النهاردة الكيلو الطحينة تقريبا دلوقتي ب200 جنيه، وساعات بتجيبيها تلاقي فيها كتل ما انتش عارفة اصلا هي ايه، وما بتكونش بالنظافة ولا بالجودة اللي انت عاملاها في بيتك. مش هتفصل منك ان شاء الله. ولو حسيتي مع الوقت ان هي فصلت فانت كل ما تيجي تستعمليها هتجيبي معلقة كده وتقلبي البرطمان كويس جدا وتستخدميها عادي، ولكن هي عندي ما بتفصلش، وتقريبا ممكن تقعد شهر واتنين على حسب استهلاكك وعلى حسب الكمية اللي انت عاملاها. دي الكمية اللي طلعت معانا من الطحينة. سيبك بقى من العناوين الرنانة بتاعت 5 كيلو طحينة وهنعمل من ربع كوباية سمسم 2 كيلو والكلام ده، لا هي دي النتيجة النهائية ودي الكمية اللي طلعت معايا بالظبط من الحاجات اللي احنا عملناها على بعضها. نراجع مع بعض تاني: 2 سمسم، 2 فول، 2 دقيق، و2 من الزيت، والربع كوباية اختياري. كده الفيديو بتاعنا خلص، لكن الوصفات والافكار لسه ما انتهتش. اوعدكم ان شاء الله اذا احيانا ربنا هنقدم فيديوهات اكتر ووصفات اكتر وحاجات اجمل من كده ان شاء الله. اتمنى منكم الدعم واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.